تخيل تصحى الصبح مع إشراقة أمل جديد، بتحاول تكون شخص مختلف وتبدأ بداية جديدة كلها تفاؤل، وفجأة الدنيا ضلمت. إيه ده؟ ده مفيش شمس. تخيل معايا كده لو الشمس فجأة طفت، مش بعد مليارات السنين زي ما العلماء بيتوقعوا، لأ، فجأة بدون تحذير مسبق تخرج من البيت في عز الظهر متوقع شمس وحر، لكن تلاقي الدنيا ليل. شكلها فكرة غريبة بس مهمة، لأن الشمس مش مجرد نجم عادي، لأ، لأن ليها تأثير على كل جوانب حياتنا. إيه اللي هيحصل فعلا لو اختفت الشمس فجأة؟ إيه اللي هيحصل بعد أول 8 دقايق؟ في اللحظات الأولى بعد ما الشمس ما تختفي، في لسه شوية فوتونات كانت طالعة في السكة، هتعمل لنا شوية ضوء لحد 8 دقايق. بعد 8 دقايق الدنيا هتضلم، السما هتكون سودة، بس النجوم هتكون أوضح. القمر هيحاول يعكس أي ضوء يلاقيه، النهار والليل هيختفوا وهيبقوا حاجة واحدة، عتمة أبدية. توقيت العالم هينهار، مفيش صبح أو مسا، شغل، مدارس، حتى المواعيد كلها ملهاش معنى. مش هيبقى فيه حاجة اسمها مناطق زمنية، الإيقاع اليومي اللي بنعتمد عليه هينهار. كل المؤسسات اللي بتعتمد في شغلها على المواعيد، الصبح في بداية اليوم مع الشمس، مش هيكون لجدول مواعيدهم معنى، لأن مفيش صبح ولا ليل. طيب إيه اللي هيحصل بقى في الساعات الأولى من اختفاء الشمس؟ الكهرباء تنقذنا في الساعات الأولى، في البيوت والشوارع هتكون شوية منورة، فهنحاول نقنع نفسنا إن الحياة هتكمل عادي، لكن الحقيقة إن تغير كبير بيحصل. الحرارة هتبدأ تقل واحدة واحدة، وبعد أسبوع هتوصل درجة حرارة سطح الأرض المتوسطة لدرجة التجمد. كمان حواف المحيطات هتبدأ في التجمد، النباتات هتبدأ تدبل، في خلال شهور هيحصل صحراء جليدية. هنواجه ده ازاي؟ لو عندك مخبأ فيه تدفئة، في الحالة دي هتقدر تعيش شوية. في الوقت ده هتدرك إن الشمس مش مجرد رفاهية، دي كانت الحياة. برغم كل ده هل في مزايا؟ إن الغريب إن في مزايا. مستفيد هيكون الفلكيين، لأن السماء بالنسبة لهم صافية 24 ساعة، تلسكوبات شايفة أبعد من أي وقت. الأقمار الصناعية مش هتفقد الإشارة، الأعاصير اللي بتحصل نتيجة حرارة المحيطات مش هتكون موجودة. بس إيه الفايدة لو البشر هيتجمدوا، كل شيء حواليك هيموت؟ تعالوا ناخد بقى الموضوع من زاوية تانية خالص، وهي نفسيتنا. إيه اللي هيحصل لنفسيتنا في الوقت ده؟ إيه اللي هيحصل لنفسيتنا لو الشمس فجأة اختفت؟ تخيل تصحى كل يوم في ضلمة، نفسيتك هتكون عاملة إزاي؟ ده عكس اللي اتخلقنا عليه. يعني البشر مخلوقين على الدورة دي، دورة الضوء والضلمة، فالإيقاع ده دايما بيديك أمل، فمهما طال الليل فلازم فيه نهار. فعدم وجود شمس أكيد هينشر اليأس، وهيكون كل تفكيرك إزاي تنجو بحياتك. كل بلد هتقفل على نفسها وعلى مواردها، لكن دي ممكن تكون بداية جديدة لاكتشاف طرق جديدة للنجاة والتأقلم. يعني مثلا هنشوف إزاي نقدر نزرع تحت ضوء اصطناعي عشان نقدر ناكل. في النهاية الحاجات البسيطة اللي بنعتبرها عادية واللي بتمر علينا في يومنا عادي، لأننا ألفنا النعمة دي في حياتنا، زي شعاع الشمس على وشك أو فرق الظهر عن المغرب، دي مش حاجة عادية تماما، دي أساس الحياة. فالسؤال الحقيقي مش إيه اللي هيحصل لو الشمس اختفت، السؤال اللي المفروض يتسأل هل إحنا ملاحظين نعمة ربنا في الشمس؟ جرب النهاردة تستمتع بالشمس، واسأل نفسك إيه هي الحاجة اللي هتندم إنك ما قدرتش نعمتها وقيمتها لو اختفت فجأة. متنسوش تعملوا لنا شير، لايك، سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وتابعنا لو بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.